منا لا قصة لاني مذيع ولاني إعلامي، بس الإعلام فيه جزء كبير من الفن كمان. بنص الجو مع أمير الرومانسية الفنان الشامل اللي بنحبه من قلبنا أستاذ مروان خوري. أهلا وسهلا فيك ببلدك سوريا. يا هلا فيك حبيبي، شكرا. يا هلا فيكم أستاذ مروان، عم نشوف أسرارك الدائمة أنك تكون معنا بمهرجانات سوريا. بدي أعرف سر المحبة للشعب السوري. هيدي محبة متبادلة، يعني ما فيها تربيح منية. أنا انطلاقتي من سوريا واستمراريتي بسوريا، وإن شاء الله دائما بيضل فيها التواصل على طول. أستاذ مروان، مؤخرا قبل ما هلا تنزل على الستيج ما بدي أخرك، مؤخرا نانسي عجرم عزمتك على العشاء وطلبت تعاون، شو صار بالقصة؟ لا، كنا التقينا بعشاء لصديق مشترك، وصار في حكي كذا مرة صراحة، ورجعنا حكينا من كم يوم. عم حاضر، بس مشكلتي عم فوت دايما هلا مثلا بلشت ببرنامج طرب كمان ضغط، وعندي طلب كتير على الأغاني، بس أكيد الأولوية لنانسي لأنه حلا بقى نعمل شيء. إن شاء الله ما بنطول بقى. هلا إذا نانسي إلها أولوية نوال زغبي حتزعل كمان. لا، لأنه هي قد ما لها ناطرة، كلهم حبايب قلبي، كلهم مع حفظ الألقاب للكل. نوال الزغبي أكيد، ماجد الرومي، الست ماجد الرومي كمان عم نشتغل هلا وناطرتني بشيء. يعني بدي ارجع على بيروت وحاول كيف بدي الاقي الوقت تخلص ولنه علي، وانا في عندي تحضيرات لإلي كمان. وعلى دلعون غني شوي بعدك يا روحي بتفكر فين. أستاذ مروان، مكسر الدنيا بالتقديم، مكسر الدنيا بالغناء، بالتلحين، بكل شيء. شو المهنة يلي لسه ما فتها وحابب تفوتها؟ لا منا مهني بالتقديم هونيك. أنا يعني بضل أقول لأنه أنا بمطرح بيشبهني على البيانو، بستضيف أصحابي. أنا بحب الحديث، يعني بحب، ومنا لا قصة لاني مذيع ولاني إعلامي، بس الإعلام فيه جزء كبير من الفن كمان. هلا كله فن، وحضرتك بس تكون موجود الفن بيخلق. مروان خوري، مروان، نحن اليوم بليالي قلعة دمشق. شو الجديد، شو الغريب اللي بده يتقدم؟ ما في شيء غريب، بس في جديد. هو رح أقدم أكيد الأغنيتين اللي قدمتهم مؤخرا، كريستال للمسلسل ويسلم لي اللي بيغار، ومن القديم والجديد، يعني خلطة دايما بحافظ عليها، ومن الاشياء اللي بتحرك وبترقص واللي كمان بتعيش بالرومانسية. أستاذ، عم نلاحظ وجود زوجتك، عم نلاحظ هالطاقة الحلوة والإيجابية. تحياتنا أكيد للمدام. يعني بدها كلمة هيك على الكاميرا، ما سمعتها. صار سمعتهم كلهم، ودايما بيسألوني عنها، لأنه مش يمكن على الأكيد هيدا الحدث المهم، وبعد هالعمر هيدا اخذ قراري. معناتها أخذت قراري عن قناعة مع شخص فعلا يحسسني بالأمان وبالحب وبكل شيء. بدي اقول لها ان شاء الله يا رب تدوم ايامنا سوا، اهم شيء حبيبي. الله، امبارح كان عندي انترفيو مع الست كارول، اسمحها اكيد وجه لها تحيه، وسالتها عن حضرتك. قالت لي انه انا ناطره شيء وكسرنا الدنيا، فبدنا شيء يكسر الدنيا. لا كارول، اسمعها شو بتقول. كارول صديقه وفنانه بحبها، وبقول دايما عنا محاولات. يعني من فتره سمعتها شيء ورجعنا اتفقنا نعمل شيء مختلف. دايما متباحث بهالمواضيع، بس الطريق دايما مفتوحه بيني وبين كارول لتعاونات. ما حدا بيعرف باي وقت. هلا تحديدا بين ايدينا لا، بس ان شاء الله يكون في شيء اكيد. اخر سؤال، شو اخر غنيه بدها تطلع هلا لمين؟ اخر غنيه على السريع حتى اتذكر، اي ثينك رح تكون غنيتي. واللي اسمها بعد ما سميتها، بس تحكي عن الانانيه وهالاشياء، كلمات علي المولى. احنا باكبر اناني حرقنا الدنيا. هيك ما في انانيه، بس بغير طريقه. مروان خوري عبر سينمازيكا، تحياتنا مع محبتنا، شكرا كثير لك. شكرا لك.